ازيكم يا حبايبي، عاملين ايه؟ تعالوا بقى اقول لكم على صينيه بطاطس بالفراخ جميله كده وسريعه ومش هتاخد معاكم اي وقت. طبعا كنت هعمل عشاء للاولاد فقلت كده ايه، حاجه سريعه يعني مش هتاخد وقت خالص، وعملتها كده على البوتاجاز من غير ما حطيتها في الفرن ولا اي حاجه. مسكت كده بصلتين قطعتهم طرنشات زي ما انتوا شايفين كده، وتبلتهم بفلفل اسود وملح وكمون. وبعد كده مسكت برضو حوالي 4 بطاطسات كده حلوين، قطعتهم شرايح زي ما انتوا شايفين كده برضو، قطعتهم كده ورصيتهم كده فوق البصل بتاعنا. همسك بقى الوراك بتاعتنا كده، هي كانت كلها وراك. قطعت كده الوراك، عملت لهم فتحات كده من النص علشان تستوي معايا كويس، ورصيت كده الوراك بتاعتنا فوق البطاطس. دي بقى الخلطة اللي انا هحطها ايه فوق البطاطس بتاعتنا. هي عبارة كده عن طماطميتين، قرن فلفل وبصلاية ومعلقة توم مفروم، والتوابل شوية فلفل اسود وكمون وبصل بودر وتوم بودر وعود قرفة وواحدتين من ورق اللوري، واحدتين حبان. كل ده كده فرمته في الكبة او في الخلاط، ونزلت كده بالتتبيلة بتاعتنا دي كده فوق الفراخ، وهوزعها كويس طبعا. وبقيت المكان يعني التتبيله في الطبق كده، حطيت كده عليها شويه زيت، وهكبها كده على صينيه الفراخ بتاعتنا بالبطاطس، وهحطها كده على النار. مش هحطها في الفرن ولا اي حاجه، زي ما انتوا شايفين كده حطيتها على البوتاجاز وبتبقبق معايا كده. بس هوطي بقى النار عليها علشان تستوي معايا كويس، والبطاطس ما تتهريش من تحت والفراخ لسه. وطيت عليها وسبتها بقى تستوي مع نفسها. حبيت بقى كده اعمل شوية صوص للفراخ بتاعتنا كده عشان ناكلها جنب الفراخ. غيرت يعني بدل التومية والكاتشب والكلام ده، عملت شوية صوص كده زي البشاميل يعني. وهنا طبعا كنت عاملة شوية رز بشعرية. ودي البطاطس بالفراخ بتاعتنا. انا طبعا كنت كل شوية بقلب الوراك كده على الجنبين علشان تستوي كويس وما تبقاش مستوية من جنب واحد. طبعا الرز طبعا انتوا عارفين هو بيتعمل ازاي، انتوا كلكم شاطرين وعارفين الرز بشعرية وعارفين الطريقة بتاعته. طبعا كان طالع بقى مفلفل كده زي ما انتوا شايفين ما شاء الله. وهنا بقى جبت حلة صغيرة كده وحطيت فيها معلقة زبدة كبيرة، ونزلت كده بشوية دقيق، يعني حوالي معلقتين دقيق على معلقة الزبدة الكبيرة اللي انتوا شايفينها دي، زي طريقة كده البشاميل بالظبط. وهشوح كده الدقيق في السمنة بتاعتنا، افضل اقلب فيه كده لغاية اما احس ان الدقيق استوى واداني لون كده ذهبي. هنزل بقى كده بشوربة بتاعت كان عندي يعني شوربة فراخ او شوربة لحمة عادي زي ما تحبي. حطيتها كده على الدقيق، ونزلت كده بشوية فلفل اسود وشوية شوية فلفل اسود على شوية كمون وشوية كزبرة ناشفة، وحطيت معلقة جبنة، اي جبنة عندك بقى ممكن تحطيها عادي. انا حطيت كده معلقة جبنة زي ما انتوا شايفين، جبنة صفرة. وطبعا الفراخ بتاعتنا كانت ما شاء الله خلاص قربت تستوي كده على البوتاجاز من فوق من غير فرن ولا اي حاجة. وطبعا بالهنا والشفا، دي كانت الاكلة بتاعتنا، الفراخ والبطاطس والرز. كنت عاملة بقى شوية سلطة حلوين كده يستاهلوا بقكم. وقبل اي حاجة صلوا بينا على النبي واذكروا الله. واللي اول مرة يتفرج على القناة، قناتي اسمها ام العيال في البيت بيتي. وده طبعا الصوص اللي انا عملته جنب طبعا الفراخ كانت مستوية كويس جدا، وده الصوص اللي انا عملته كان طعمه جميل جدا. كان نبيل الفراخ بالبطاطس كده كان طعمه حلو قوي. حاجة بدل الطحينة يعني. والسلام عليكم ورحمة الله.